انت بتسوق بالسرعة دي ليه؟ انت عايز تنتحر؟ عايز تموت؟ ايوه عايز اموت. ليه؟ هو انت بتحبي الحياة؟ ايوه بحبها، بحبها عشان انت فيها. ايه رأيك لو اننا نموت سوا دلوقتي؟ انت بتقول الكلام ده ليه؟ انت بتخوفني. حلمي، ارجوك ارجوك، وحياتي عندك هدي السرعة. وصلنا. وقفت قدامنا عربية، فتحت النور علينا. يا خبر، ده عزيز جوزي. ونزل عزيز من العربية ووقف يبصلنا، وكان مندهش. ومرت 3 أيام ما خرجتش من البيت. أصابتني حمى شديدة، وقعدت أهزي وأتلوى من الألم. أفوق وأرجع تاني في شبه غيبوبة. وبعد ما اتحسنت حالتي لقيت مراتي واقفة عندي، وفي إيديها كوباية ليمون، بتبصلي وعينيها زي بحر العسل مليان بالحنان. حلمي، حلمي يا حبيبي، انت فقت. ألف بعد الشر عليك، يا ريتني كنت بدالك. لما كانت تسقيني الليمون بإيديها افتكرت كلام نادية. وانت يا حلمي، انت ازاي هتواجه مراتك بكلمة الطلاق؟ ازاي هتجيلك الجرأة انك تبص في عينيها وانت بتحلف عليها اليمين؟ ولما ابنك يمسك فيك وانت خارج، هتجيب القوة والشجاعة منين علشان تسيبه؟ وبصيت تاني لمراتي وشفت المستحيل. المستحيل في بحر الحنان اللي جوه عيونها. وسمعته في عياط ابني وهو بيقول لي: بابا بابا انت بقيت كويس. في اللحظة دي حسيت فعلا بالمستحيل. إرادتي وكل رغباتي انكسرت
لما بصيت في عيون مراتي، ولما ابني الصغير اترمى في حضني. ازاي ابقى قاسي قدام البراءة دي كلها؟ وما لقيتش حل غير اني اطوي ضلوعي على المستحيل واعيش بيه وحدي في الضلمة، اسجنه معايا ويسجنني معاه. حسيت وقتها باليأس التام. انت سمعت خناقة امبارح يا حلمي؟ لا، ما سمعتش. انا كنت حرارتي عالية، ما انت عارفة. هو ايه اللي حصل؟ الأستاذ عزيز اتخانق مع مراته وضربها وكسر دراعها. لما سمعت الكلام ده الدنيا ضلمت في عينيا واغمى عليا. ما فقتش الا ومراتي بتمسح على خدي وبتمسح على شعري. حلمي، حلمي يا حبيبي، مالك؟ كلمني. حلمي، مالك يا حبيبي؟ كلمني. لا، ما فيش حاجة. انا بس دخت شوية. يا ريت كل الرجالة زيك يا حلمي. انت عارف نادية دي حظها وحش، دي مسكينة، جوزها راجل متوحش. وابتديت ابكي من جوايا وانا نفسي اصرخ بأعلى صوتي: انا كمان مسكين. يا ريتك تعرفي ان انا كمان مسكين. وفي الدور استلمت جواب من نادية: